طبعا هاي فروخة هنا، بس ما قدرت اشوف وين بالضبط. جاي تحاول تبعدني عن عشن. هذا عشن فروخ فاخذ ملكي باعوا. هذا عشن ان شاء الله اذا كبرن احتمال نرجع ناخذن. الفاخت الملكي اللي يصير مرقط، بس هذا بري ومن طارته قبل شوي. نروح منه، اذا صادفته راح اصورها لكم. كلش لونه حلو، ملكي مرقط، يصير حجمه تقريبا بقد طير الحب. محطة ناديج اشوفوها السوبر وحمد او صوبة او شي، يعني امد تبعدك عن العش ماله. هسه بركة تصورها، هاي لونها كلش حلو. باع شلون تسوي ليش على مود شنو، تحاول قدر المستطاع تبعدك عن مكانه. هاي شو جاي يشوفون، وسبحان الله انا اندليت عشان بس مو تدري جاي يمشي وراه، قاعد تاخذني بشكل يعني تبعدنا عن عشها، بحيث بهواي هناك كنت انا معود يحوف هاي الشغلات. ترى انا اللي يقول جازين هاي الشغلات كلها ندري بيها، فاهمين؟ سبحان الخالق، رب العالمين يسقد من معلومات حتى للحيوانات وخلي عندها علم. الحمد لله والشكر على كل حال.
صاحب هذا بركة تشوفني صعدني. والحمام الزاجل مو طبيعي هنا بكثرة. طبعا هاي الأراضي حتى ذهب احتمال تلقى بيه، لأن هاي أراضي قديمة كلش، يعني مال الناس كان حاطة هنا مثل ما جاي تشوفون خرز وهاي الشغلات بيها موجودة. بس المشكلة ما عندي وقت طويل انه انا اظل ادور وفد شي مثل ما جاي تشوفون. المهم خلينا نكمل، لا تنسون انتم باللايك والاشتراك بالقناة، وان شاء الله ما تقصرون. وهذا الفيديو داخل حقل غرب القرنة الشرايك، بس هاي اراضي يعني متروكة لا بيها شركة ولا هاي، بس كانت حاطة بيها ناس قبل قديم الزمان، فموجود بيها ذهب، احجار كريمة شبه كريمة، كل شيء موجود بيها. طب بس تخيلوا لو هاي الشرايك ما موجودة، شنو من صحراء صير تخبط ولا بشدة. والله العظيم يصير يعني مكانات فد مريحة بالنسبة للصيادين، مريحة طبعا، اما بالنسبة للبشر اللي يريد شغل هاي السوالف لا، انه هالمكان احلى الشرايك. المهم ان شاء الله راح نبدي لكم مقاطع جديدة، و جاي نجهز صيد الصقور. حاليا هنا راح ندخل بشهر السابع، او دخلنا بشهر السابع، يبقى عندنا بس الثامن والتاسع. ان شاء الله بشهر التاسع راح نطلع. جهزنا شبك هاي القلابية، ومجهزين دراجة، ومجهزين الناشبيات. اللي ما يعرف الناشبيات شنو، هاي اللي تصير قفص سيم وبيش الناطات متعددة، يعني مو واحدة واثنين، وتخلي ببطنهن عصافير او فد شي، وتخليهن بمكان بحيث ما تقدر تشوفهن بعيدات عنك. اذا ينزل عليهن طير جارح راح يعلق بالشناطات، لان كلهم مجهزينهن وضامينهن بالبيت. بس ان شاء الله بشهر التاسع نطلع، وان شاء الله نحصل لنا شغلات حلوة ونصورها ونسوي نواهس. ما خليت مكان ما طبيت فيه، والسيارة هسه اذا تطلع عاد تظل هاي ظلتي، لان ما حد ياخذك مكان بعيد. هذا عيش ما فاخذ ما ادري شو ما فاخذ، بس كل شي ما بيه. المهم خلنا نطلع منها قبل. طبعا بداية الفيديو انا ما حكيت ولا شرحت اي شيء، جيت اصور ستوري بس بالصدفة طلعت قدامي هالفاخة الملك الزغار، فقلت خلني اصور واشرح. المهم ما نطول عليكم، هاي المكانات حلوة مال القعدات، في هاي برودة، حمام بري، فاخة ملكي، فاخة من هالعادي، اشكال بحيث شنو تريد تصيد. بس المشكلة الكبرى هنا ان هذا المكان ما حد يطب له الا تصريح امني،
لو تصريح امني لو ما تدخل. وتعال شوف ايش لقينا. ما اقدر اصورهن لان الشجرة عالية وخاف اصعد تنكسر بي. ان شاء الله وضحا بالتصوير. والله العظيم مكانات حاط بالقلب. ونرجع نقول بالنسبة للصياد. هنا البلبل الروس متواجد بكثرة، ولو عندي وقت كان طلعت فراخ منه هواي هنا، بس المشكلة ما عندي وقت. ومثل ما تشوفون طاق جنت ورايح الدوام، بس حبيت اصور لها الفيديو لان عجبني المكان. مخلفات الشرايك. خلي رايكم هاي النبتة منو يعرفها؟ وهل هي تنوكل أم ما تنوكل؟ يعني اكو ناس تعرفها اكو ناس ما راح تعرفها. راح اقول لكم باسمها لو لا؟ ما راح اقول لكم، خلينا نشوف بالتعليقات اللي يعرفها راح خليه يكتب لنا ويقول لنا شنو اسمها وتنوكل لو ما تنوكل. أوه. وصلت هسه لباب الشركة، بس تلقى صاحبي على مود اروح وياه المكان اللي يداوم بيه. ولهنا ننهي وياكم الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة، وان شاء الله ما تقصرون، وفي امان الله، نشوفكم بخير.